وجود اشرف بن شرقي يساوي خروج ابراهيم عادل من بيراميدز؟ الله اعلم. يعني هل مسؤولين بيراميدز، لان الاتنين بيلعبوا شبه في مكان واحد او نفس المكان غالبا، فهل مسؤولين بيراميدز هيسوقوا او هيبيعوا وكلنا نتمنى ده ابراهيم عادل في اللي احنا شفناه في بطولة افريقيا؟ بصراحة لعيب مالوش مثيل يا جماعة، رهيب رهيب. يعني في زملاء كتبوا ان كيليان امبابي الكرة المصرية، هي مش مبالغة، هو حقيقة والله، هو لعيب ممتاز جدا. اذا بيراميدز دلوقتي مع مفتاحين، انه يبيع ابراهيم عادل ويسوقه ويجيب اشرف بن شرقي، او انه يجيب الاتنين وساعتها باتشيكو يكون ليه صرفة في الملعب. محمود حمادة كل شروطه الشخصية خلصت مع نادي الزمالك، يعني مفيش اي ازمة في انتقال محمود حمادة للزمالك. طب ليه موضوع سبورتنج لشبونة بتاع الزمالك عطل كلام كتير، لكن العلاقة ما بين فاركو والزمالك تسمح ان احنا في اي وقت هنسمع ان محمود حمادة لاعب في نادي الزمالك لو ما حصلش حاجة تانية.